السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وبصحة وسعادة. النهاردة هنعمل الليفت الجميل البامبا دوت بطريقة نظيفة وسهلة وبسيطة، وحاجة نظيفة في البيت وبنعملها على طول، وسهل جدا وسريع. انا هنا اهوت القناة بتاعتي قناة اسرار المطبخ مع اروى. هنعمل بقى طريقة حلوة جدا، ولو محدش يعرفني يا ريت يفعل الجرس ويدوس لايك وسبسكرايب يا جماعة عشان يوصلكوا كل جديد. بصوا ما شاء الله شكل اللبس بتاعنا عامل ازاي، ولونه الوردي دوت. هقول لكم الطريقه سهله وبسيطه ومش محتاجه تعقيد. تمام. وبيستوي في جماعه في 3 ايام 4 ايام بالكتير، وتاكلي منه زي الفل بدل ما تشتري مخلل من بره وما يكونش نعرف ايه مصدره ولا ايه طعمه ولا معمول فين. بنجيب الحاجات دي ونعملها احنا في البيت بطريقه نظيفه وسهله وبسيطه. تمام. يلا بقى نبدأ الفيديو بتاعنا بقى ونصلي على الرسول ونكمل بقى الفيديو نشوف ايه مكوناته. انا جبت هنا معايا 3 كيلو من اللفت، نضفتهم كويس جدا من العروش بتاعتهم، وغسلته حلو جدا بالفرشه بتاعتي. معايا هنا سكينه مشرشره، ما عندكيش خلاص الموجود اعملي بيه وخلاص، بس انا حبيت اعمله زي المحلات وعندي سكينه مشرشره فقلت خلاص بقى طالما هي متوفره نعمله بقى بالشكل ده. تمام. هجيب هنا كده اهوت واقطعه نصين، وابتدي اقطعه التقطيعه اللي هي زي ما انتم شايفين كده. ممكن تقطعيه مكعبات، ممكن تقطعيه نصين مجوز، اي حاجه اللي انت حباه. الطريقه ترجع لذوقك انت واسلوبك انت في التقطيع، واللي انت حابه تاكليه بالشكل اللي حابه تاكليه. تمام. تمام. طبعا هقطعه بالطريقه دي سهله وبسيطه اهي، مش هياخد معايا وقت خالص. وممكن اعمل منه وابيع منه، ممكن يكون مشروع جميل جدا مربح للناس اللي متعرفش تخلل. سهل جدا اعمله واعرضه على القناة بتاعتي، وابتدي ان انا اقول ان انا مثلا ببيع يا جماعة الكيلو بكذا او بعمل بطرمان بكذا، واعرف ازاي اوصله للناس او الزبائن بتاعتي، وبعد كده هوت ايه اوديه عادي. تمام. مربح برضو يا جماعة، مش قليل هو عامة. كده كده الليفت دلوقتي سعره مش غالي. يعني مثلا أنا جايبة الكيلو ده ب2.5. أنا جايبة 3 كيلو عاملين حوالي 7 جنيه أو 10 جنيه. تمام، على حسب ما تشتريه وعلى حسب المكان اللي انت قاعدة فيه وسعره قد ايه. هقطعها بالشكل ده كويس أوي معاكم كده، بالطريقة اللي أنا حباها وبالشكل اللي أنا حباه بالشكل ده. تمام. تنسوش بقى في اللايك والشير والسبسكرايب عشان يوصل كل جديد، ونعمل حاجات ووصفات تانية جميلة تعجبكم ونوصلها للناس كلها، عشان اللي ما يعرفش يا جماعة يعرف ونفيد بعضينا. تمام. ولو في اي حاجة في التعليقات اكتبولي. ماشي. هبتدي بقى ان انا اخلص كده الجزء كله معايا. بص شكله عامل ازاي. يعني هو على فكرة يا جماعة كان بينزل احمرار لوحده من غير ما احط له بنجر ومن غير ما احط له اي حاجة. ففي ناس اصلا بتحب تعمله كده من غير ما تحط له بنجر او اي لون تاني اللي هو الوان الطعام اللي احنا بنحطها للحمرة دي. لكن انا بحب ازود اللون بتاعه شويه، بحب لونه محمر شويه. فممكن احط يعني حته بنجرايه كده يعني واحده مثلا اخد منها جزء كده واقطعه واحطه ايه مع اللفت. او انا عملت بقى المحلول بتاعها هقول لكم عملته ازاي، والطريقه السهله بتاعته تعمله عادي. حابه تعمليه كده حبه، مش حابه ممكن ايه بحيث انك انت ما تحطيش البنجر في اللفت ويضايقك مثلا في الاكل والحاجه، مع ان البنجر مفيد يا جماعه، بس في ناس ما بتحبوش في اللفت وكده. فانا هوريكم تعملوه ازاي، او هقول لكم على طريقته، لان انا كنت مجهزه درق معايا منه وحطيته من غير ممكن ما يكونش الكاميرا صورته. تمام. لكن هنرجع نقول على طريقته عامله ازاي وحطيناه، وهنحط الميه قد ايه. شوف شكله على الجنبين عامل ازاي، كهرمان يا جماعه تحفه. وعايزه اقول لكم بقى طعمه كمان ما كانش دلع ولا حاجه، ولا حادق. يعني عارف اللي هو مثلا بين البنين كده، هو اللي هو طعمه متوسط، يواكب كل الاذواق. تمام. انا حبيت اقطع ما حبيتش اقطع كده الفيديو، وحبيت ان انا اوريكم طريقه التقطيع عامله ازاي، وهو مشرشر ازاي كده، ازاي بيكون مشرشر بالسكينه اللي انا جايباها ديت. ودي مش غاليه برضه، كنت جايباها من محل 2.5 بحوالي 10 جنيه. فهي مش غاليه يعني يا جماعه، ممكن تلاقيها في اي محل 2.5 كدهوت، او اي محل مستلزمات بلاستيكات وحاجات من دي. تمام. فين بقى اللايك والسبسكرايب بقى؟ يعني احنا بنقول لازم نوصل الفيديوهات السهلة البسيطة دي للناس كلها، عشان الكل يعرف يستفيد ويعرف يعمل الحاجات السهلة دي. طبعا عارفة ناس كتيرة قوي
عارفه تعمل الحاجات ديت، لكن في بنات وفي ناس لسه مبتدئين ما بيعرفوش يعملوا الحاجات ديت، او بيستصعبوها. فاحنا بنحاول نسهلها علشان نعمل حاجات نضيفة في بيتنا سهلة وبسيطة، وتكون بطريقة نضيفة جدا، وما نحتاجش ان احنا نشتريها من بره، خاصة بعد الغلو اللي احنا فيه. طبعا هتلاقي حاجات كتيرة قوي مش حلوة ومش نضيفة بتتباع بأسعار غالية. فليه طالما انا اعرف اعملها في بيتي بطريقة سهلة وبسيطة وبطريقة نضيفة اعملها. تمام. نتفرج بقى كده وتشوفوا انا بقطع ازاي. معلش هو الفيديو جاي من بعيد شوية، بس انا كنت قربته شوية على اساس ان انتوا تشوفوا طريقة التقطيع عاملة ازاي. ما شاء الله عليه. بصوا بيتقطع معايا سهل جدا ومش مخوخ ولا شيخ من جوه. يا جماعه يعني ايه شيخ من جوه؟ يعني تحس انه عامل زي السفنج كده من جوه. لا ده كان ما شاء الله عليه الواحده بواحده كده جميله جدا. هنا بقى هقول لكم انا هعمل ايه. انا الدورق ده جبت بنجرايه وحطيتها في الدورق، وعملت ايه بقى، حطيت ميه فتره، او ايوه فتره شويه كده، يعني ولا هي سخنه ولا هي ساقعه. وحطيت معايا من 4 ل5 معالق ملح، تمام، على حسب الحدوقية اللي انت بتحبيها في المخلل بتاعك. وسبتها شوية، ركنتها شوية لغاية لما جابت معايا اللون الأحمر ده. تمام. هبتدي بقى أجيب البطرمان بتاعي كده وأفضي فيه كل اللفت اللي أنا قطعته بالشكل ده. تمام. عرفتي بقى انا عملت الدورة ازاي؟ انا جبت بنجرايه، نص بنجرايه، ورحت حطاها في دورة. انا عملت منهم 2 علشان طبعا البطرمان معايا كبير، هياخد مني 2 من الدورة دوت. وهوريك انا كملت كمان بايه علشان ازود، لان انا مش عايزة يكون في فراغ كتير بين الغطا بتاع البرطمان بتاعي وبين بين الليفت. بصي انا بصي عامل ازاي يا جماعه، لما بتركنيه شويه بيديك اللون ده. لو انت حابه تعمليه كده سهل، لو انت حابه تحطي تقطعي البنجر وتحطيه عليه من الوش كده او من النص، وتحطي عليه ميه فتره. هي ميه فتره يا جماعه مش ميه ساقعه، عشان يديك اللون والحدقان بتاعها ده. تمام. ده تاني دور اهو، انا كنت عاملاه برضو وركناه على جنب، لقيت برضو لسه محتاج شويه. هحط ايه بقى، هعمل محلول ملحي. ايه محلول ملحي؟ هجيب كوبايتين من الميه، احط عليهم 3 معالق من الملح، واقلبهم كويس قوي وازود بيهم. طبعا انا عندي اللون حلو، مش هيخف ولا حاجه، بالعكس هيديني اللون اللي هو البامبا اللي انتوا شفتوه في اول الفيديو ده. ابتدي انزل كده معاكم الليفت. ويا جماعه انا مش عايزه اكتر قوي، لان هو الليفت بعد ما بيستوي بينزل ميه كتير وبيترفع لفوق والميه بتفضل لتحت، هيظبط معايا وهيديكوا الشكل اللي انا وريته لكم في الاخر. انا طبعا لازم اغطيه كويس جدا جدا بالشكل ده واكتمه حلو قوي، علشان ما يتهواش ويبوظ مني او يسود مني. للناس اللي بتقولي ان الليفت بيسود منها، ده علشان البرطمان اولا ما تخليليش فيه ليمون، خليلي الليفت بس. وتاني حاجة ما تهوهوش، ما يبقاش متهوي. بصوا بالشكل ده كده بالظبط. تمام. انا بقى عملته كده وهركنه 3 ايام وافتحه بعد 3 ايام. شفتوا شكله عامل ازاي يا جماعه؟ تحفه، بامبا خطير. يستاهل الاكل في كل طريقه، وممكن كل ما تقعديه كل ما يديك اللون الاغمق شويه. لكن انا فتحته بعد 3 ايام عشان اوريه لكم، عشان اكمل الفيديو اللي انا صورته. لو عجبكم الفيديو بتاعي ما تنسوش بقى في اللايك والشير وسبسكرايب. اسيبكم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.